بيبدأ الفيلم في مأوى للحيوانات الضالة وخصوصا الكلاب، وبيطلب المدير من مساعدينه هيرفي وفيرنون انهم يجيبوا له كلاب اكتر عشان تجاربه. وتاني يوم الصبح بنشوف محل للحيوانات الأليفة، وبيكون في قسم مخصوص للكلاب، وبيكون في كلب صغير مميز كل الناس بتكون بتحبه، وبيجي الناس كلهم عشان يلعبوه. وبالليل بيروح هيرفي وفيرنون محل الحيوانات عشان يسرقوا كلاب للمدير، وبيقدروا فعلا انهم يسرقوا كلاب كتير من محل، وبيكون من ضمنهم الكلب المميز. بس وهم خارجين بيغلط واحد منهم ويدوس على جرس الانذار، فيهربوا بسرعة قبل الشرطة ما توصل. وفي الطريق بتطلع العربية على طرف الرصيف، فيتفتح باب قفص الكلب من الكلاب، ويقدر الكلب ده انه يفتح قفص الكلب المميز، ويروح هارفي عشان يرجعهم للاقفاص بتاعتهم. بس بيقدر الكلب انه يفتح باب العربيه، وبيقدر انه ينزل منها وهي ماشيه، ويروح الكلب المميز وينزل هو كمان من العربيه، فيوقف فيرنون العربيه ويجري ورا الكلاب، فيستخبى الكلب المميز في صندوق زباله، ويهرب التاني بسرعه من المكان، فيجري وراه فيرنون. وتاني يوم الصبح بيمشي الكلب المميز في الشارع، وبيكون قريب من بيت جورج اللي بيخرج عشان ياخد الجرايد من قدام البيت، فيمشي الكلب ورا جورج اللي بيكون مركز في الجريده، ويدخل مع البيت، ويطلع الكلب على السلم ويوصل لاصغر واحده من اولاد جورج وبيكون اسمها ايميلي، ويقعد يلعب معاها وهي نايمه، فتصحى من النوم وتفرح بوجود الكلب معاها. وتيجي اليس مرات جورج وتيد ابنه ورايس بنته ويشوفوا الكلب مع ايميلي، فيروحوا يشكروا جورج عشان بيكونوا فاكرين انه حقق طلبهم اخيرا واشترى لهم كلب. وبيكون جورج مش فاهم حاجه، بس لما بيشوف الكلب بيفهم، فيقول جورج لاليس مراته انه ما اشتراش اي حاجه، وان الكلب ده بالتاكيد تايه من صاحبه، فتقول له اليس يخلوا الكلب عندهم لغايه لما صاحبه يسال عليه. بس بيكون جورج متضايق من وجود اي كلب في البيت بتاعه. في الوقت ده بيكون الاولاد فرحانين وبيلعبوا مع الكلب في جنينه البيت، وبيخرج جورج عشان يقول لاولاده يتخلوا عن الكلب، بس مش بيعرف يأثر على اولاده اللي بيزعلوا منه، فيضطر انه يوافق على وجود الكلب في البيت. وفي البيت بيعملوا قرعه عشان يختاروا اسم للكلب، بس مش بيتفقوا كلهم على اسم. في الوقت ده بتكون ايميلي بتعزف على البيانو، فينبح الكلب اكتر من مره، فيقترح جورج انهم يسموا الكلب بيتهوفن، ويوافقوا كلهم على الاسم ده. وبعد كده بيعيش معاهم بيتهوفن ويتعلق الاولاد بيه، بس بيكون جورج متضايق منه عشان بيتهوفن بيكون بيبهدل البيت جدا، وبيعمل جورج بيت لبيتهوفن في الجنينه. وتمر الايام ويفضل بيتهوفن معاهم ويكبر حجمه جدا، ويفضل يبهدل لهم في البيت وياكل الاحذيه بتاعت جورج. ولما بيرجع جورج من المطر بيبهدلوا بيتهوفن بالطين، ويبهدل البيت كله وسرايرهم بالطين، وبيكون جورج متضايق منه ومش قادر يتكلم. وفي يوم بيكون جورج بيجهز عشان عنده مقابله مهمه في شغله، فيقعد يفطر مع اولاده، بس بيجي بيتهوفن ياكل من طبق جورج ويبهدل هدومه، فيتضايق جورج، فياخد جورج بيتهوفن ويحطه في بيته في الجنينه. بس بيكون بيتهوفن عامل حفره في الارض ويقدر انه يخرج من بيته، وبيطلع بيتهوفن الشارع وبيكون مصاحب ناس كتير، وبيروح لمحل حلويات، وبيكون صاحبه المحل بتحب بيتهوفن فتدي له واحده كرواسون، فياخدها بيتهوفن ويديها للكلب صاحبه اللي كان معاه في محل الحيوانات. وبيروح جورج لشغله، وبيكون بيحاول يوصل لاتفاق مهم في شغله مع عملاء مهمين. وبنروح لتيد وهو في مدرسته، وبيكون في طلبه زمايله بيضايقوه وبيتنمروا عليه ويقولوا له انهم هيستنوه في اتوبيس المدرسه. في الوقت ده بيرجع بيتهوفن للبيت، وبيكون تيد في اتوبيس المدرسه، وكالعاده زمايله بيضايقوه، فينزل من الاتوبيس ويجري ورا زمايله عشان يضربوه. فيشوف بيتهوفن تيد وزمايله بيضايقوه، فيخرج من البيت بسرعه ويروح يقف ورا تيد، فيخاف زمايل تيد من بيتهوفن ويجروا بسرعه من قدامه ويهربوا. وبالليل بياخد جورج بيتهوفن ويدخله بيته ويقفل عليه، بس كالعاده بيتهوفن بيخرج من الحفره اللي عاملها ويدخل البيت مره تانية ويقعد على الكنبه ويشغل التلفزيون، فتسمع اليس وجورج صوت التلفزيون، فينزل جورج عشان يعرف في ايه، بس بيتهوفن بيحس بحركته ويمشي بسرعه ويطلع لاوضه اليس وجورج. وفي الوقت ده بتكون اليس بتطمن على اولادها، وبيدخل جورج لسريره، وبيكون فاكر ان اليس هي اللي جنبه على السرير، بس بتدخل اليس الاوضه فيتفاجئ جورج ان على سريره بيتهوفن مش اليس، فيصرخ جورج في وش بيتهوفن ويجري بيتهوفن تاني على بيته. وبيشوف جورج الحفره اللي عملها بيتهوفن وبيخرج منها دايما. في الوقت ده بيمسك هارفي وفيرنون الكلب صاحب بيتهوفن وياخدوه للمعمل السري اللي المدير بيعمل فيه ابحاث سريه وغير شرعيه على الحيوانات. وبنشوف تاجر اسلحه مع المدير ويقول له انهم صمموا نوع جديد من الاسلحه والرصاص وعايزين يجربوها على كلاب عندها جمجمه ضخمه، ويدي تاجر الاسلحه المدير ظرف كبير مليان فلوس، فيوافق المدير انه يساعده. وبعد كده بنروح للعياده البيطريه، وبنعرف ان المدير ده بيكون الطبيب البيطري واسمه دكتور فارنيك. وفي اليوم ده بيروح جورج وبيتهوفن للعياده عشان يطمنوا على بيتهوفن ويدوا له اللقاحات بتاعته، فيشوفوا دكتور فارنيك ويطلب منهم انه يخليه تحت الملاحظه في العياده الليله، بس الاولاد بيرفضوا، فيطلب دكتور فارنيك انه يكلم جورج على انفراد. وبيحذر دكتور فارنيك جورج من بيتهوفن ويقول له انه خطر على الاولاد، وبيقول له ان النوع ده من الكلاب ممكن يهاجم اصحابهم بدون سابق انذار. وفي البيت بتقول اليس لجورج ان بيتهوفن عمره ما يأذي اطفالهم. وفي يوم بتودي اليس اولادها لجليسه اطفال قريبه من بيتهم، علشان اليس بتكون مشغوله مع جورج في شغله مع العملاء المهمين اللي بيكون عايز يتفق على شغل معاهم. وبيعزم اليس وجورج العملاء على العشاء عندهم في البيت. في الوقت ده بتكون جليسه الاطفال بتغني للاولاد، بس ايميلي بتزهق
بتزهق من الغنى فتخرج تلعب بالكره في جنينه البيت، وبيكون بيتهوفن شايفها وهي بتلعب وهو قاعد في بيته، وفجاه بتقع الكره من ايميلي في حمام السباحه فتحاول انها تجيبها بس بتقع ايميلي في حمام السباحه، فيفتح بيتهوفن الباب ويجري بسرعه عشان ينقذها، وبتكون ايميلي بتطلب المساعده بس مفيش حد بيكون سامعها، بس بيجي بيتهوفن وينط في حمام السباحه ويقدر انه ينقذ ايميلي ويطلعها من الميه ويرجع تاني للبيت بتاعه في الجنينه. في الوقت ده بتشوف رايس ايميلي فتخرج لها بسرعه وتطلب رايس من جلسه الاطفال تكلم امها عشان يرجعوا البيت، وتيجي اليس وتاخد اولادها من عند جلسه الاطفال اللي بتستغنى اليس عن خدماتها. وبعد كده بيجي العملاء لجورج بيته وبنعرف انهم عايزين يستحوذوا على شركه جورج، وبيكونوا مجهزين العقود وعايزين جورج يوقعها في اسرع وقت، فيحاولوا يشتتوا جورج واليس عشان ما يركزوش في بنود العقد، وتروح واحده من العملاء لبيتهوفن وتفكه عشان يقرب من جورج فيتشتت اكتر فيمضي على العقد من غير تركيز، وبينزل بيتهوفن تحت الترابيزه وتلف السلسله بتاعته على الترابيزه وكراسي العملاء، وبيكون جورج خلاص هيوقع العقد بس بيجي بيتهوفن وبيعطله ويرمي واحد من العملاء كره لبيتهوفن فيجري عشان يجيبها، فيوقع العملاء بالكراسي اللي قاعدين عليها ويسحبهم هم والترابيزه وراه لغايه لما يقعوا بره سور البيت، فيتعصب جورج ويزعق لبيتهوفن فيجري مره تانية ويسحبهم وراه من تاني، وبيكون جورج حزين عشان الصفقه باظت فتروح له اليس وتقول له انها ما كانتش مستريحه للناس دول، فيقول لها جورج ان كل حاجه في البيت كانت كويسه لغايه لما دخل بيتهوفن البيت ويقول لها ان بيتهوفن لازم يمشي من البيت، وبيكون الاولاد واقفين ورا الباب وسامعين كلام جورج، بس اليس بترفض ان بيتهوفن يسيب البيت وتسيبه وتدخل عشان تنام، ويبدا الاولاد يهتموا بالكلب وبيتولوا مسؤوليته عشان جورج ما يتضايقش من بيتهوفن ويمشيه من البيت، ويقولوا لجورج انهم قسموا مسؤوليه بيتهوفن عليهم كلهم. وفي يوم بيجي دكتور فارنيك لبيت جورج ويطلب من اليس انه يشوف بيتهوفن ويطمن انه بخير، فتودي اليس لبيت بيتهوفن وتسيبه وتمشي، فيقطع دكتور فارنيك قميصه ويحط الدم على ايده وعلى بيتهوفن، وبتكون ايميلي في الشباك وشايفه اللي بيعمله الدكتور، ويستفز دكتور فارنيك بيتهوفن عشان يهجم عليه وبعدين بيصرخ ويطلب المساعده، فيروح جورج واليس والاولاد لبيت بيتهوفن ويطلعوا الدكتور من عنده ويقول لهم الدكتور ان بيتهوفن هاجمه من غير سبب، فتقول ايميلي انها شافت اللي حصل وان الدكتور هو اللي استفز بيتهوفن، بس مفيش حد بيصدقها، وبيحذر دكتور فارنيك جورج ان المره الجايه ممكن حد من اولاده يكون مكانه فيهجم عليه الكلب، ويقول له دكتور فارنيك ان لازم يجيب بيتهوفن عنده في العياده والا هيبلغ السلطات باللي حصل، ويرجع جورج على البيت وبيكون الاولاد زعلانين جدا عشان بيتهوفن هيسيب البيت، وبعد كده بيخرج جورج وياخد بيتهوفن عشان يروحوا لعياده دكتور فارنيك، فيجري الاولاد ورا العربيه بس جورج مش بيقف ليهم، وفي العربيه بيقول جورج لبيتهوفن انه مضطر انه يعمل كده وبيكون متاثر انه هيمشي بيتهوفن، وبيوصل جورج للعياده وبيكون دكتور فارنيك حط شاش على دراعه ويودع جورج بيتهوفن، وبعدين بيسلمه لدكتور فارنيك فيدخله جوه قفص، وتقول السكرتيره لجورج ان بيتهوفن هيفضل معاهم لبكره لغايه لما يوصل المسؤول عن التخلص من الحيوانات، ويرجع جورج على البيت فيسيبوه الاولاد ويطلعوا على اوضتهم. في الوقت ده بياخد دكتور فارنيك ومساعدينه بيتهوفن ويوديه للمعمل السري عشان ابحاثه المريبه، وبيوصل بيتهوفن للمعمل وبيدخل هارفي وفيرنون بيتهوفن قفص، وبيكون الكلب صاحب بيتهوفن موجود معاه في المعمل، وفي البيت بيكون جورج واليس زعلانين على بيتهوفن، وتقول اليس لجورج ان ايميلي مصره ان دكتور فارنيك عامل بيتهوفن بقسوه عشان كده بيتهوفن هجم عليه، فتقترح اليس انهم يروحوا للدكتور ويفهموا منه ايه اللي حصل، ويصر الاولاد انهم يروحوا معاهم. في الوقت ده بيكون دكتور فارنيك بيعد فلوسه من شغله المشبوه، فيروح جورج وعيلته ليه ويقول لهم دكتور فارنيك انهم اتخلصوا من الكلب خلاص، بس بيقول له جورج ان السكرتيره قالت له انهم هيتخلصوا من بيتهوفن بكره الصبح، ويمسك جورج ايد الدكتور وبتكون سليمه ومفيش فيها اي جروح، فيعرف جورج ان فارنيك كذاب وان ايميلي كان كلامها صح، فيدخلوا المكان بيتهوفن بس بيكون قفصه فاضي، فيطردهم فارنيك من المكان فيمسكوا جورج من قميصه ويضربوا في وشه، ولما بتخرج عيله جورج من عند دكتور فارنيك بيتصلوا بالشرطه ويحكوا لهم عن اللي حصل، بس بيشوف الاولاد وجورج دكتور فارنيك وهو خارج من العياده فيقرر جورج انهم يمشوا وراه عشان ممكن يوصلهم لمكان بيتهوفن. في الوقت ده بيكون هارفي وفيرنون بيتخلصوا من كل الورق اللي في المعمل السري زي ما قال لهم دكتور فارنيك، وبيوصل فارنيك للمكان وبتكون وراه عيله جورج، فيروح جورج عشان يراقب فارنيك ويقول لاليس لو ما جاش خلال 15 دقيقه تكلم الشرطه. في الوقت ده بيطلب فارنيك من هارفي وفيرنون انهم يتخلصوا من كل الكلاب ما عدا بيتهوفن والكلب صاحبه، وبيكون فارنيك مجهز حقن فيها مواد كيميائيه عشان يجربها على الكلب صاحب بيتهوفن، فيروح هارفي وفيرنون يخرجوا الكلب بس بيقدر بيتهوفن انه يفتح القفص بتاعه، ويجري بيتهوفن ورا هارفي وفيرنون ويهجم عليهم ويبهدلهم اخر بهدله. في الوقت ده بيكون جورج طلع على سطح المعمل ويشوف هارفي وفيرنون وهم بيحاولوا يسيطروا على بيتهوفن، وفي نفس الوقت بتروح اليس عشان تتصل بالشرطه، وبيروح دكتور فارنيك لهارفي وفيرنون بعد ما سيطروا على بيتهوفن وبيكون عايز يجرب عليه السلاح والرصاص الجديد، بس بينط جورج من السقف في الوقت المناسب ويقع على هارفي وفيرنون، وبيكون دكتور فارنيك هيضرب جورج بالسلاح الجديد اللي في ايده، بس بيجي الكلب صاحب بيتهوفن ويهجم على الدكتور ويعضه، فيضرب الدكتور الرصاص في الهواء بالغلط، فيسمع الاولاد صوت ضرب النار فيتحركوا بالعربيه عشان يقتحموا المعمل، وبتشوفهم اليس وهي بتكلم الشرطه فتجري وراهم، وبيقدر الاولاد انهم يقتحموا المعمل ويخبطوا الحقن اللي كان مجهزها فارنيك فتطير في الهواء وتدخل كلها في صدر فارنيك فيقع على الارض، ويوصل
ويوصل الاولاد لجورج وبيتهوفن، وتيجي أليس وتطمن ان كلهم بخير، ويفتح جورج وعيلته اقفاص الكلاب الموجوده في المعمل. في الوقت ده بيكون هارفي وفيرنون بيهربوا من المكان، بس بيشوفهم الكلب صاحب بيتهوفن فيجري وراهم هو وبيتهوفن وباقي الكلاب اللي في المعمل، ويفضلوا وراهم لغايه لما يوصل هارفي وفيرنون لمخزن عربيات فينطوا من فوق السور. وطبعا مش بتعرف الكلاب انهم يعدوا السور، بس بيكون في المخزن كلاب شرسه تجيب حق باقي الكلاب من هارفي وفيرنون. وبيتقدم دكتور فارنيك وهارفي وفيرنون للمحاكمه في 123 قضيه اعتداء على حيوانات، وبيشكر الاعلام جورج وعيلته على اللي عملوه على كشفهم للعصابه دي. وبتروح العيله عشان تنام، وبيكون بيتهوفن وباقي الكلاب اللي كانت في المعمل نايمين معاهم في نفس الاوضه، ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.